أهلا بكم أعزائي ومتابعي المشاهدين. عاجل حكم قضائي يصدم عائلة شيرين عبد الوهاب السجن لشقيق الفنانة في واقعة تحطيم منزلها. أسدلت محكمة جنح المقطم اليوم الثلاثاء الستار على فصل جديد من فصول الأزمات الأسرية للفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث أصدرت حكما قضائيا بحبس شقيقها لمدة 6 أشهر مع إلزام بدفع كفالة قدرها 2000 جنيه. ويأتي هذا الحكم بعد اتهامه رسميا بالتعدي على شقيقته وتحطيم محتويات منزلها الكائن في منطقة المقطم، في واقعة أثارت الكثير من التساؤلات والتعاطف مع نجمة مصر الأولى. وجاء الحكم في القضية المقيدة برقم 1548 لسنة 2026 جنح قسم المقطم بعد سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الجهات المعنية فور تلقي البلاغ. وأثبتت التحقيقات صحة الاتهامات المنسوبة لشقيق الفنانة، حيث أكدت المعاينة وشهادات تورطه في إحداث تلفيات مادية جسيمة داخل مسكن شيرين، فضلا عن واقعة التعدي التي وثقتها محضر الشرطة، وبناء عليه تم تحويل القضية للمحاكمة. وبدأت الأزمة ببلاغ رسمي تقدمت به الفنانة شيرين عبد الوهاب ضد شقيقها، متهمة إياه باقتحام خصوصيتها والتعدي عليها ماديا ومعنويا. وبعد استكمال الإجراءات القانونية وزوال أسباب التحفظ الأولى، أحيل المتهم للمحاكمة التي انتهت اليوم بصدور حكم الحبس ليضع حدا قانونيا للمنازعات التي طالما تصدرت عناوين الصحف والمواقع الإخبارية خلال الفترة الماضية. بينما التزمت الفنانة شيرين عبد الوهاب الصمت عقب صدور الحكم، واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بالتعليقات، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لضرورة سيادة القانون حتى في النزاعات العائلية، وبين متم لانتهاء هذه السلسلة من الأزمات التي تلاحق صوت مصر. ويعد هذا الحكم أول رد فعل قانوني رادع في ملف الأزمات المتكررة بين شيرين وأفراد عائلتها، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية الصلح أو استئناف الحكم في الأيام المقبلة. من فضلك لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس على وضع الكل، وعمل لايك ليصلك دائما وأبدا كل جديد من القناة. شكرا لكم.